بعد ما كان أكبر معلم شاورما في سوريا لقى نفسه بيضيع، فباع اللي وراه واللي قدامه وراح استلف من قرايبه علشان ينزل يبدأ من جديد في مصر. بدأت حكاية كرم الشام بمحل صغير جدا في سوريا. صاحبه كان معلم بيعمل أحلى شاورما في البلد، ولما حصل اللي حصل في البلد وناس كتير شغلها اتأثر وحياتهم وقفت، قرر يلم حاجته كلها ويستلف كمان على الفلوس اللي معاه وينزل يشوف رزقه في مصر. وفعلا ده اللي حصل، ووصل على مصر في الوقت اللي كانت فاتحة فيه دراعاتها لكل الناس من كل البلاد. ومن هنا بدأت تتغير معاه الحكاية واحدة واحدة، وما كانش عنده حاجة يعملها وقتها غير انه يفتح محل شاورما في مصر زي اللي كان فاتحه في سوريا. ولانه طبعا كان معلم فيها وشاطر جدا، الناس بتتلم عليه من كل حتة وبيحبوا الاكل بتاعه، فالمحل يكبر ويبتدي يعمل حاجات اكتر من الشاورما. وبعد شوية فروع كرم الشام تكتر واسمه يبقى علامة مسجلة للاكل السوري في مصر، لدرجة انه قدر يغطي في وقت قصير جدا على مطاعم اشهر واقدم منه، ومنها مطاعم عالمية كمان. خصوصا انه كان وما زال بيعمل عروض على الاكل مفيش مطعم في مصر تقريبا بيعملها غيره. وشوية بشوية يحط لمساته الخاصة، فيخترع كمان أصناف وحاجات جديدة علشان يشجع الناس أكتر ييجوا على مطعمه من كل حتة، زي الساندوتش الصاروخ النص متر اللي ممكن تتغدى بيه انت وواحد صاحبك. حتى المولات بقت تطلب منه انه يفتح فروع جواها، لكن هو طول الوقت كان مهتم بالفروع اللي بيفتحها في الشارع، وكل ده كان بناء على طلب الجماهير. لدرجة ان اليوم اللي كان بيفتح فيه فرع جديد في منطقة جديدة بيبقى كأنه عيد ومهرجان كبير، وده من كتر الناس اللي مستنيينه بفارغ الصبر وما صدقوا لقوه بيفتح جنبهم. وعشان كل ناجح لازم يلاقي حاجات بتعطله، قرر يفتح فرع جديد ناس كتير جدا كانت مستنياه، والفرع ده ساعتها قلب الشارع والسوشيال ميديا. ومفيش كام يوم والفرع بيتقفل والخبر ينتشر ويقول الحقوا كرم الشام ظبطوا عنده منتجات منتهية الصلاحية. فيدخل المسؤولين عنه في سين وجيم، والناس ساعتها تتقسم اتنين، ما بين اللي بيقول أحسن عقبال محلات الأكل اللي ما عندهاش ضمير، وما بين اللي بيقول ده حرب كبيرة ومقصودة على المطعم لأنه واكل الجو من كل اللي سبقوه. وناس كتير من اللي كانت بتدافع عنه قالت كرم الشام ده أصلا رأس مال مصري وفيه شركاء مصريين وحرام يتعمل فيه كده، خصوصا ان المطعم كان بينبه قبلها بشهور ان في عملية ابتزاز بتحصل معاهم من بدري. وعشان كده مفيش كام يوم ويرجع الفرع يتفتح تاني ويشتغل من جديد أكتر من الأول، وينزل المسؤولين بيان توضيحي ملخصه بيقول ان كل اللي حصل ده متعمد علشان يشوه صورتنا، ده غير ان احنا ماشيين سليم وكله بالقانون ومفيش اي حاجة علينا. مش بس كده، كل الاكل اللي احنا بنطلعه للناس في كل الفروع هو نفس الاكل اللي بناكله احنا والاف العمال. وتعدي الأزمة ويطور كرم الشام من أكله ومن طريقة عرضه للوجبات السريعة والعروض اللي بيعملها، ويضيف عليها كمان أحلى اختراعات وابتكارات خلت الناس كلها تتكلم عنه في كل حتة وتطلب منه يعمل فروع كتير في كل مكان. ومن أكتر الحاجات اللي نجحت كرم الشام إنه من أول يوم اهتم جدا بالسوشيال ميديا، لحد ما صفحته الرسمية وصلت لملايين المتابعين، لدرجة إن بقى في ناس كتير بتكتب أشعار عن الأكل بتاعه. حدوتة كرم الشام بتقولك إن مفيش أعذار للنجاح إلا لو كنت شخص فاشل بطبعك، والدليل على كده إخواتنا السوريين اللي منتشرين في العالم كله وناجحين جدا، وخصوصا في مصر اللي لا فيه أي ظروف أحبطتهم ولا صعوبات هدتهم.